هالاند افريقيا في النادي الاهلي، وكلام كتير عن رحيل حمدي فتحي وعلي معلول. ويا ترى فعلا في لاعب في النادي الاهلي جاله عرض ب7 مليون دولار؟ ده غير بقى ان فينيسيوس جونيور بيتعرض لعنصريه رهيبه من جماهير فالنسيا. واكيد واللي الناس ركزت معاه كتير قوي موضوع جواز محمد الشناوي. كل ده بقى في حلقه النهارده. بس قبل ما نبدا انزل تحت في الكومنت صلي على النبي واعمل لايك للفيديو، ولو انت مش مشترك معانا اشترك في القناه وفعل جرس التنبيهات عشان اي حاجه ننزلها يجيلك بيها اشعار. ويلا بينا نبدا الحلقه. خلينا نبدا معاك بموضوع حمدي فتحي وعلي معلول، 2 لعيبه من نجوم النادي الاهلي في الوقت الحالي. حمدي فتحي جاي له عرض وكلنا كنا عارفين الكلام ده من فتره كبيره، ولكن دلوقتي العرض تفاصيله بدات تظهر. الوقرة القطري كان بيفكر انه يتعاقد مع حمدي فتحي على سبيل الاعاره لمده موسم، والصفقه هيكون ثمنها $1.5 مليون ده قيمه الاعاره. وطبعا الاعاره دي بنيه البيع، وفي حاله التفاوض على البيع هيكون السعر $3 مليون، يعني قيمه الصفقه كلها $4.5 مليون مقابل حمدي فتحي. والله رايي في الموضوع ده، اعتقد النادي الاهلي ممكن يفكر شويه في الحته دي، لان النادي الاهلي في اخر فتره الحمد لله كان بيبني قايمه وبيبني لعيبه، والدنيا اكيد دلوقتي احسن من 2-3 فاتت، ولكن برضه في نفس الوقت مستحيل ان انت توقف اللعيبه عن الاحتراف وتوقفها عن ان هي تفكر في المبالغ الطائله الرهيبه اللي بتجيلها واللي لسه هتجيلها. وكمان برضه اكيد النادي الاهلي هينوله من الحب جانب، واكيد رقم $4.5 مليون 100% يقدر يعوض لك حمدي فتحي، بغض النظر عن القيمه الفنيه الرائعه اللي الراجل وصل لها في الفتره الاخيره. ولكن برضه في نفس الوقت انت دايما بتفكر في انك تبني لعيبه جديده وباسعار بسيطه واسعار قليله عشان خاطر تقدر تعوض اي خساره كنت بتخسرها في الصفقات الاجنبيه اللي فاتت. طب ايه موضوع بقى رحيل علي معلول ده؟ بص يا عم، الموضوع بتاع علي معلول ده هو طراطيش كلام، حاجه مش اكيده، حاجه انا سمعتها ودورت وراها فهجيب لك الناتج بتاعها. ايه ناتج التدوير ده بقى؟ اكيد انت عارف ان علي معلول لعيب اهلاوي ولعيب رجوله جدا ولعيب مستحيل ان هو يتخلى عن النادي الاهلي، وفي نفس الوقت برضه عارف ان علي معلول بيجيله كميه عروض مش طبيعيه، سواء كان من السعوديه بقى او من بيراميدز او من غيره كتير. فكان في تفكير بسيط كده او طراطيش كلام زي ما قلنا عن ان الاهلي ممكن يبص على يحيى عطيه الله، الظهير الايسر للمنتخب المغربي في كاس العالم اللي فات، وبرضه الظهير الايسر الاساسي لنادي الوداد المغربي. يحيى لعيب كويس، واللي اتفرج على المغرب في كاس العالم اكيد كلنا اتفرجنا عليها، شاف الاداء الرجولي والاداء الرائع ناحيه الشمال بالنسبه ليحيى. وفي نفس الوقت برضه علي معلول وقتها لو هيمشي وهيروح السعوديه هيستفاد بمبالغ محترمه جدا، و100% هيطلع من الباب الكبير. طبعا لازم تنزل تحت في الكومنتس دلوقتي تقول لي رايك في موضوع علي معلول ده، لان الموضوع ده مهم جدا. ومن النقطه دي نروح على هالاند افريقيا، اللاعب اللي مصر كلها اتكلمت عليه في الفتره الاخيره، واللاعب اللي بيمثل هداف دوري ابطال افريقيا والكونفدراليه الافريقيه مع بعض. فيستون كالالا ماليلي المهاجم الكونغولي اسمه كده والله العظيم، اسمه كالالا ماليلي، خلينا نقول كالالا ماليلي. يعني المهاجم بالنسبه للكونغو وكمان بالنسبه لنادي يونج افريكانز التنزاني اللي بيلعب دلوقتي في الكونفدراليه، وكان بيلعب في دوري ابطال افريقيا ونزل للكونفدراليه. قبل ما ينزل بقى للكونفدراليه الراجل ده سجل 7 اهداف، 6 منهم على 2 هاتريك في مباراتين وهدف في الهلال السوداني. ال2 هاتريك دول جم في نادي زلان بطل جنوب السودان، برضو اسماء غريبه قوي يعني، زلان بطل جنوب السودان. المهم يعني دي كانت في الادوار اللي هي التمهيديه لسه في دوري ابطال افريقيا. الراجل جاب 3 اهداف في المباراه الاولى وجاب 3 اهداف في المباراه الثانيه، وبعدين ختمها بهدف في نادي الهلال السوداني، وكده يبقى متعادل مع هداف دوري ابطال افريقيا اللي بيلعب في صن داونز كاسيوس مايلا اللي برضه جايب 7 اهداف. الراجل ده بالمناسبه عنده 28 سنه، ودي بقى مش انفراد ولا اي حاجه، بالعكس ده لاعب كان ظاهر وكان واضح لناس كتير، فيعني قلنا نستعرضه ليكم وقلنا نوضح لكم انه موجود على الساحه وانه احسن من لعيبه كتير، و100% قيمه الصفقه بتاعته اكيد هتبقى ارخص من لعيبه كتير قوي، ابرزهم اكيد يعني من غير ما اقول لك جاكسون موليكا اللي ارقامه اصلا السنه دي في تركيا ضايعه وكارثيه، غير ان هو يعني ممكن يعمله 26 27، اكيد هو مش 23 سنه لسه ولا 22 ولا ناشئ مثلا زي ما كنا بنتكلم على محمد هاني كده، لا الراجل برضو ايه في مقتبل العمر يعني، وارقامه يعني مش الطف حاجه. والاهم بقى من كل ده ان النادي التركي عشان يتخلى عنه للنادي الاهلي محتاج على الاقل كده $4 مليون. وقبل ما اخش لك على النقطه اللي بعدها خليك عارف ان النادي الاهلي يوم ما يتمعظم قوي ويقول اني دفعت مش هيدفع اكتر من $2.5 مليون بس. طب مين بقى النجم اللي جاي له $7 مليون كقيمه صفقه وبيلعب في النادي الاهلي؟ توقع بقى انت وتخيل النجم اللي ما كملش سنه دلوقتي مع النادي الاهلي، وهو مروان عطيه،
وحش وسط الملعب. في شركه تسويق كانت بتتكلم على ان في عرض كبير جاي من نادي لسه ما قالوش اسمه او لسه ما حدش توصل لاسمه، والنادي ده عارض 7 مليون دولار للتعاقد مع وسط ملعب النادي الاهلي مروان عطيه. وخلي بالك ان 7 مليون دولار ده هو افتتاحيه الكلام، انا لسه بقول بسم الله الرحمن الرحيم وبقول لك 7 مليون دولار. هتقعد تفاصل بقى وتقعد تزود وترفع الرقم، تعدي ال8 تعدي ال9 مليون دولار. فرقم بصراحه مرعب، رقم صعب، رقم كبير، وفي نفس الوقت برضه رقم يخلي النادي الاهلي ممكن يفكر لو الكلام ده صحيح. يعني بصراحه مروان عطيه لعيب جامد قوي، ولاعيب انت جبته من الاتحاد في اللحظات الاخيره، لاعب فرق معاك بشكل مرعب. وخليك عارف ان مهما حصل اللاعب ده لو هيمشي هيبقى بالاتفاق الاول والاخير مع المدير الفني مارسيل كولر. يعني من الاخر كده لو كولر جه قال للاهلي يا جدعان انا مش همشي حد او انا عايز مروان عطيه ولا 7 ولا 10 ولا 100 مليون، طبعا مش 100 مليون عشان ما افورش يعني، بس مهما كان الرقم كبير مستحيل النادي الاهلي يمشي لاعب غصب عن مارسيل كولر المدير الفني. ندخل بقى في الموضوع اللي قبل الاخير وهو موضوع محمد الشناوي وزواجه. بص يا سيدي انا هكلمك بكل وضوح وبكل صراحه، ويمكن النقطه دي انا ما كتبتلهاش سكريبت كده، انا كتبت بس عنوان الموضوع عشان افتكر واتكلم فيه. محمد الشناوي يتجوز، محمد الشناوي يطلق، ياسر ابراهيم يتجوز 2، مش عارف مين، ايا كان كل الاحترام ليهم طبعا كلهم كباتن كبيره جدا، بس احنا ملناش علاقه. يا عمي الراجل دلوقتي المفروض ان هو انفصل، حلو كلام جميل قوي، والراجل مخلف ومعاه اولاده، تمام كلام جميل وكلام زي الفل، انا مالي بقى يتجوز ولا ما يتجوزش؟ وبعدين ايه المشكله لما يتجوز؟ ايه المشكله لما تسمع عن زواج محمد الشناوي للمره الثانيه؟ هو الراجل طلق وهيتجوز، ايه المشكله يا عم؟ هو الجواز ده متهيألي حاجه حلال جدا، يعني مش محتاج ان احنا نتكلم فيها. والراجل مش متجوز 3 ولا 4، وحتى لو متجوز 3 ولا 4 ده موضوع لا يخص الكوره في شيء. فبالتالي ايا كان الناتج بتاع الخبر ده ايه فاحنا ملناش علاقه بيه خالص، انا حطيته بس عشان اقول رايي فيه واقول ان مهما حصل احنا ملناش علاقه. اللاعب ليه حياه هو المفروض المتحكم فيها وهو المفروض اللي ليه علاقه بيها، احنا ملناش علاقه بيها خالص. واخرنا المفروض مع اللاعب هو الكوره جوه الملعب، نشوف نتصور معاه نشوف مش عارف ايه الكلام ده، لكن تفاصيل شخصيه في اللاعب طالما هي كويسه وطالما هي ما بتمتش لقله الادب بشيء احنا ملناش علاقه بيها خالص. واخيرا يا سيدي موضوع العنصريه مع فينيسيوس جونيور، اللاعب اللي تم اضطهاده او بمعنى صح اتوجه له هتافات كتير قوي من جمهور فالنسيا. الراجل كان عادي خالص بيلعب الكوره، هجمه في الثانيه، شويه كلام، شويه استفزاز، شويه حدف ازايز، يعني حاجات بصراحه لحد دلوقتي مش قادر افهم ايه سببها. يا جماعه العنصريه مش حاجه كويسه ومش لطيف قوي ان انت تبقى بتتنمر على لاعب وبتتنمر على صاحبك، حتى مش شرط لاعب، انت بينك وبين واحد صاحبك بتتنمر عليه او بتقول له كلام يضايقه، كل الكلام ده مش لطيف. ما بالك بقى نجم كبير زي فينيسيوس جونيور؟ اكيد 100% لازم تكون فاصل نفسك عن كل الكلام بتاع الجمهور، لان انت كلاعب لو اديت ودنك للجمهور انت هتتعب، ولكن في نفس الوقت برضو في ليميت كده ممكن انت بعديه تتعب، ممكن انت بعديه تخرج عن شعورك، ممكن انت بعديه تتخنق مش هتقدر تكمل. الراجل فعلا ده اللي حصل وهو كان متضايق. وكمان لما لعيبه فالنسيا بدات ان هي تضغط عليه والمفروض ان هي يعني واقفه في صف جمهورها، الراجل شد بقى مع لاعب من لعيبه فالنسيا وخد كارت احمر في المباراه والمفروض يغيب عن المباراه اللي جايه. ولكن مش ده الاهم دلوقتي نقطه العنصريه اللي لازم يتحط لها حد. نادي ريال مدريد خد خطوه بانه تقدم ببلاغ للمدعي العام الاسباني. ريال مدريد بيدعم فينيسيوس اكيد 100%، وكلنا بندعم فينيسيوس جونيور، لعيب كبير ولعيب قوي جدا ولعيب رائع، وفي نفس الوقت ما ينفعش اللي بيحصل معاه ده. بس يا سيدي ولحد هنا تبقى الحلقه بتاعتنا انتهت. بصراحه حلقه كبيره جدا، ولو انت مكمل لحد دلوقتي فانا بحبك في الله. انزل تحت في الكومنتس اكتب لي ان انت كملت لحد دلوقتي. دمتم في امان الله. واخيرا لو انت بتتفرج عليا ولسه ما اشتركتش في القناه لازم تنزل تحت تشترك في القناه وتفعل كمان جرس التنبيهات عشان اي حاجه ننزلها يجي لك بيها اشعار. دمتم في امان الله واشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده على خير، وسلام عليكم.